كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام كرنكم كرن سأيوب دي بتلفزيون أسنات نايل سات فريكونسي 10 كيلو 1510 وراليزيشن فيرتيكال سيمبول ريت 7500 أسكرتريا جمعة وسنبتنيش لتتقدم تقبي كل الدين اللي هلو اريتريين هي بشبكة انترنت اللي تابعوا لقدروا حر راديو تون السلام عليكم حيثما تنسيتنا يوم 5 يونيو سنة كل 2010 جمعتو كان يوم كرن سأيوب قننبت أخبار إقلق راقلكم أبحور علم تاينو لعلو وباديام للو سلس بحر تركيا آخر لزهرو التا بحر إرتريا كمتال تهدق هلام اللوم من مكرايوم قويت زياد ورح واديام لهلو بحرين من أقدام بحر جيبوتي حقولة بقصو بسبت اكيد حالة جو وموج اتجهو من دك ايرو ات أقدام بحر قياحكم سقعو ات اسطنبول لتفقر جريدة حرية حبرت هليتم لبحرين بسبت اكيد حالة جو وموج اتجهو من دك ايرو اسك أقدام بحر ارترياك ادم متسقعتم ديب سفارتهم تأسمرا اتصولامكم على لا جريدة أكداتم تأسمرا لهلا سفير تركيا حالة لهم باديام لهلو بحارينو قل أمر لا ودايا لهلا جهد أسكلا سرقولي هلام أمبل اللي ما وزير خارجية تركيا أسك وزير خارجية أريتريا اسمان صالح لا أكايا رسالة أسكزي بليس راكبتي هليتم بأساس حبر جريدة حرية لبحرين أبهويتهم لإتأمرت مسلحين أسك لا إتأمرت جهة ناس أو لا لبل خبركم هلا قل لكن أسك جزيرة دهلك ناس قبل اللي من عائلتهم لتركبت حبره تفهم علاقة أريتريا وتركيا بسبت لا تفنجي قطر والسعودية لتخلقا أقيمة كره وقشتكم هليت لتأمر سما تنسيتنا كل يوم دلول على أخبار دي بالله تمام هلام مثل كرين سأيوب تلي لكم حيسمى تنسيتنا يوم كل أوت موضوع نتبطنا ما تكم لنا سلف للسمعو أهداف تقرينيا وأقازين قديم وحديثو وديب سوشيال ميديا لترأل هلا خلاف أريتريين السيادة وطن لسبب مدرة اتحنتي لتبلاريس مثل استاذ عبد الرحمن السيد لا ودينها مقابلة اليوم أولا يكفال موضوعنا حالة اريتريين لاجين الزبن كورونا فيروس متمثل اتحنتي لتبلاريس مثل مشرف تربية قسم تعليم لاجين وناشط اجتماعي استاذ أحمد عبدو لودينها مقابلات اتحالة اريتريين لاجين القاهرة لركزت كالآيون دقوبة كفال
متابعتكم ومشاركتكم دي بنسي بأولاي موضوعنا قلنا انبت. مرحبا بكم حيثما تنسيت كرين سيوب أهداف تقرأي تقرينيا وأغازيان قديم وحديثو ودي في السوشيال ميديا اللي ترأي لها خلاف رترين السيادة وطن لسبب مدرد اتحنتي لتبلا رئيس مالهينا عادل صالح مثل استاذ عبد الرحمن السيد لا ودايا مقابلة اليوم أولا يكفال قلنا قدم قولكم تو متابعتكم انسيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيثم تنسيتنا ما يوم قاشينا الأخ عبد الرحمن السيد دي مجال حقوق الإنسان ناشد دي مجال حقوق الإنسان تو. تفضل. مرحبا بك عبد الرحمن السيد. مرحبا بكم أهلا وسهلا. سلام قلكا وسلام قل كلهم ما تنسيت راديو سأيوب. جميل. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن. قدم تم ودعونا أتي أولا عبد الرحمن السيد منتو بالمتزيد نقطة أمر. عبد الرحمن والسيد ناشط سياسي وحقوقي ودي بلندن نبر، ولكن إريتريا جواهد نبر يعني إريتريا كلها. وسأيت يوم من الأيام منا لحيث عدوتات نقبت قتمصة وبتعيش وشعبها كمان دي برهيت ودي بركت بالنبر. طبعا التعليم دي بمجالات علاقات دولية درسكو حرمة ماجستير دي نظام حكم فدرالي وفض النزاعات يعني فدراليزم وكونفليكت مانجمنت او كونفليكت ريزولوشن تقولوا درسكو. كذلك برضو في مجالنا ادارات قل شغليه مثل شغليه القيس ادارات قطاع عام حكومات محليه وكنا شاكا وزاد قطاع الجماعي التنميه الجماعيه دي وشاكا دي لندن يعني. وطبعا اللي قل انجيراي لشكيته لكن قل اريتريا لشكيه كله نضالت يعني مجاني قل شعبيه لانه منو ولودنا والشعب الى استهل بوغيس لهلا وبالحلف لهلا من معاناة البا ومن عدم حقوق إنسانية واقتصادية وثقافية كل اللي تحرموا لهلا إلى الجابوني. وبالتالي الشعب اللي استهلوا حكومة قبلوا تخدم الرسول خدمها حكومة حكومة قبلوا تخدم ونظام يقولوا له احترم العادات وثقافته ولغاته ودياناته وأقاليمه وكل شيء لا احترم. وكمان وصيتنا شهدانا لا احترم شهدانا شعب إريتريا من ولاده سك شعبه كله ضحية قليل عدل قل حرية إلا عدل دافعته فقليل حرية قل سألنا حقول لكل تضحيات إلى ساهلني. وبالتالي من اللي منطلق اللي لا نقدر ولو بكلمته وبكتابته وبهجيا ودي محاضرات هبت وملحيس اللي بدي حوارات دي وأتيت لكم سلوتات. المهم شوية مساهمات جديدة نحاول وأنا أورد منهم أنا. تمام. شكرا أستاذ عبد الرحمن. ربنا يوفقك. يبقى أقولوا تحرك الليك تحرك. آمين. من ضمن التحقيق وصية شهداء أمسك ونوصل اليوم لموضوعنا كمان مثل شهداء الأرتبط وصية الشهداء دي بلا الأرتبط بعنوان دي بالفترة قدم زمن حجير اللي قبل حركات لزر هلا دي باللي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحلو وقليه وحنا اللي تحركات اللي بديل والرسمي عند تحاجنا دي برادي هو قيام بحناني لأنه يمكن شعبنا قليل شاغل وفتنة قليل أمسي ولا قليل أمس ندم اللي ودي لكن عند بزح سبت ديش هلا وتعبئتنا بزح سبت اللي مشاريع اللي مشروعنا هي تقرينيا بحل ومشاريع كمان بعد يقولوا له مثل مشاريعنا هي أجازيان بحل ومشروع يقولوا له مثل كمان مشروعنا وحدة مثل وصيتنا شهدانا عكس وصيتنا شهدانا لقيستو فالمشروعنا تقرينيا كم مثل تقرأ دولة يلا يهلت كم سلوهم عندنا تبحث حتى قلنا تلاقي دي موت أولا دي بالمشروع تقرينيا
خلفيتنا يو ميتا دي بدنا المشروع تقدر اللي نجح قدر هل دي بريتريا على أرض الواقع وكفوته لبسها. فأولا دي المشروع أنها تقدر الناس كي خلفيتنا يو ميتا وكفوته لتأسيس يناير على من مدن الاستبداته. فدي وقت حاجة من أستاذ عبد الرحمن. إن شاء الله. طبعا العاد دائما دي مفترق الطرق اللي بقولوا بعربي كروس رودز بالإنجليزي معناته مفترق الطرق دول بتصح أصوات شاذة مثلا من انسر ومن انسر قال شعب قلت لخابطه ولا شوشرت قلت تجيبه كلا شعب لمراده الجديدة عناقفه معناته اللي ظاهرة دي بأربعينات ظهرت دي بأربعينات حق تغيير المصير دول بالا حاوط اليوم في الحرب العالمية الثانية مثل ألمانيا حاوط غلبوا جيشنا إنجليز بالسودان دولة من سودانيين وهنود وغيرهم من تصبتا إريتريا من طليان نصايا وحلش سنة 1941 على كادي بالأيام اللي دي بأربعينات قلنا شعب حريتكم قلنا بكم تندبيلات لإنجليز وعود لهي بعلا وأوراق منشورات لكف على ولا جيشنا إريتريين دي بلا جيشنا استعمارنا إيطاليا العلا حريتنا والله بنا قبل جيشنا إنجليز ما طلع لك مشكلة لو بينك كل حتى كاين دفاعات حد جا وسك بيته عيرة يعني كطليان دي بكرنت هزموا وحقها من أسمره وبقية أجزاء إريتريا مجرد تحصيل حاصل على يعني انسحابه قاموا بشكل رسمي العهد إنجليز استلموها. كان فترة من 1941 إلى 1952 ميلادي إلا فترة تغيير المصير تتبهل كان شعب من حيثك تبهل يعني فخيارات كالريديو استقلال تحزي استقلال تام أو وصية يعني توصية مش يعني وصاية تحزي كوصاية ما قبلت من قبل نايمان تحزي وصايتنا متحدة وصايتنا بريطانيا وصايتنا إيطاليا للبن على قل 10 سنة لقبل العاد سكتت مكان ولا متعلمين إريتريا ولا كوادر لحكومة قل لا تبطوا سكلة أهلوا لأنه من تذكر باستعمارنا إيطاليان شعبنا الأندلسي على السكرة معي فصل درس وحقها بدر على فبالتالي مؤهلين يعلون اليوم إنجليز دول أتوا إريتريا حدك خريج جامعات يكون خريجنا ثانويتي على جنان يعني فباللي سبب ممكن فترتنا مرحلتنا تأهيل كلها عدلت قبل 10 سنة كنا تتحزل تقريبا بشكل عام قدام قبول على لكن رابعية خيار اللي تصبرناها واللي شعبنا اللي حزايا لمصات هنا بجانبنا إثيوبيا وأمريكا إلا ناي إريتريا اللي تقبل إن لا تبل سؤال إثيوبيا مصاتو يعني وأمريكا ما برضو إثيوبيا مليتشيتها ولا هي لسلاسة خدام نايته وبالتالي لا عادل لا دي بديهم نحن قلنا أمننا البحر الأحمر ومصالحنا هتول عقب قلنا لا لبل رأي أمصاو معناته فاللي رأي الذي طبعا شعب إريتريا اللي تكبتون لأنه إثيوبيا الأمر تاريخيا علاقته مثل إثيوبيا بالذات كمان مثل تجراي وأمحرة علاقاتنا حرب وكر وفرت أن يكون حنتيهم نابر يكونين ومسلمة قلنبر حازي على قلودي وحر لفترتنا استعمارنا إيطاليان كمان لحلفته به حصل تطورات بإريتريا حصلت يعني مدنية حصلت حضارة زراعة يعني كرة برعد ومشاريعنا إدناداي وغيره اللي كله يعني تقريبا أجرو إندستري دي بعد أتى وحتى السمول إندستري كمان مصانع خفيفة ظهرت يعني دي بريتريا وحر فترة أربعينات كمان مصتنا إنجليز لتعليم ارتفع يعني من رابعي فصل سك سامناي بصحة وسك ناي تدريبات مهنية وفنون جميلة وغيرها أتني ولا تعليم واتحاداتنا عمال تخلقات فالمهم حصل تطور وطفرة يعني والصحف كمان بمختلف الألوان وأشكال مثلا يعني صحف تجارية صحف ثقافية صحف حزبية سياسية وغيرها يعني بطلياني وبعربي وبعض منها بتقرينيا اللي تكتب قبا يعني فحريات حصلت بإريتريا وطفرت حصلت فشعبنا إريتريا يعني دي إثيوبيا لا تجيس ولا إثيوبيا الأيام لهنا نحن نبلا لهنا إثيوبيا هنا يقول هاي الثلاثة
لعبود على يعني شبه عبادة على يعني سيجوجلو رسمي دي بقى أرد ندوت قو اللي هم راسهم الأرض تمتم وحلفهم قبل سك قارولس عمل وزراه ولشعب ما حاول بصرجية لحلفها الله إلى ثلاثة دنن ده بطري الريون يعني شعب كان عايش في تخلف إلا البولي الكونين يعني وهي سلاسة الكل في الكل كان دستور تعالى حكومته تعالى ملكه تعالى كل شيء تعالى وإريتريا هذه الأيام لي خلاص تطورت ونظم حديثة رأيت ولي فدي سيبيانا جايز أول تاريخيا علاقات سنتي على جلانة مثل إريتريا مثل لهم إثيوبيين وخاليتين إلا تريال ليك سيبيان منينا لحد حيسي على دي بالأيام لي لا بنظام حكم لك بقى ولا كلها يعني غير كده دي بداخل اثيوبيا ذاتهم لشعوبنا اثيوبيا كان لهم اورومو لطبهلو لمسلمين ولا كل شعوبنا اثيوبيا 80 قوميه تقريبا حقوقي على قلال يعني فيها بسيطة خلاص اللي تعيش على يعني في مأمن يعني وراحة يكون للشعب لبعد كله اللي على يعني مظلوم ومضطهد ومهمش على يعني فالإريتريين اللي للرول علو ده أمر علو اللي عاد اللي قلوم قبي يكون ومسلم كمان مثل اللي عاد اللي ده الشاركة يكون ولا ده توحد كده تعيش يتقدمني كان شيء بدي بلا فترة اللي مودة سياسة أمصات وسياسة ميتة تاني شعبنا طبعا مع الإيمان دين فتة ودين العبد كنيسة جيس ومسجد جيس واللي بقى إلا صبتوا لأنه الكنيسة الإريترية الأرثوذكسية والكنيسة الإثيوبية وحتى الكنيسة القبطية كنيسة الشرق كلها اللي ناي أرثوذكس المذهب اليعقوبي اللي بيقولوا بالعربي اللي قدم لأمن بو فباللي طريقة اللي قلتوا دي بحاولوا بالله شعبنا وللأسف الشديد بعض القساوسة دي باللي مشروع اللي أتوا قل أيدو قل الشعب من مسلمين قل أتفاروه ومن مسلمين قل أريموه حاولوا يعني إلا ما يقبض قلوبنا في النهاية تهديد دي أتوا وقل الشعب بيلو حقوا استغلال تأيدو جناكم دول اللي تولدتم كت جديدة قولوا يكونيني وقدامكم دول ميتين فتحت لبول يعني دعاء ناي كنايس لقب يقولوا على طقوس يقولوا ما يمودي يقولون يعني حيحرم يعني من أي سكوك وطقوس الكنيسة يعني فبلا نودو ضغوطات آتوا ديبو هذه دي بلا حالة الدهلينا الحالة 40 يكون بلا لينا اللي سيبيا قلال قبل كنيسة دوديت محبر عندنا تقولوا محبر أسست يعني اللي محبر كل جناح على قول جناح سياسي وجناح يعني عسكري ناي شفتيت عند أمصها ما ينتقراي ومن اللي كان مرب السكرتريان دقاتوا قلوا وطنيين قررترين لقاتلوا قبو يعني على رأسهم كان عبد القادر كبير لقاتلوه والجناح السياسي يعني ينافح قال شعب اللي قبل هلا تبصلوا اسلام قال بلعوكاته واسلام قال حردوكاته عاد اسلام قال تبغى اريتريا تحررت من قبل واستقلال وديت من قبل كمسل اثيوبيا حيث ان اثيوبيا دوله مسيحيه وكنا عند الليفل اللي بكنيسته وبلا حزب سياسي ابو اللي ودع على بروباغندا ودع على هذا اللي عند قبل بقى جزء يعني مرأة لا اللي جماعه الامحره الحكومه امحرنا هي لسلاسه قل حاوناما قل دي بتقرأي لهالو سنو وادي أموم يكونينو ومسلناما سنو قل يدونا يكونينو فبالتالي أحسن حاجة تقلنا مشروعنا تقرأي من هو ده الحيث لأنه فكرتي هنا أمصاو هذه إلا فكرة اللي عربنا يمن على قل إلا فكرة لو روجوا لعلو مثلا أورود منهم ولد أب ولد مريم على ومعظم قل إلا فكرتي هنا اللي تكبتوا تقرأي قبو وإريترين يكونيني لكن إريتريين من أصول تقراوية لقبوا كان اللي كمثال اللي ولد مريم كمثال هم معناته كان له مشروع ذاته لأنه تقرينيا زي دول تريو مشروع تقراي يكون ومشروع إريتريين يكونيني مشروع نايلا جماعات شوية أزمتنا هوية لبديبو يعني من أصول تقراي أنتم لكن دي إريتريا ولودام قبوا أو دي إريتريا عابيام قبوا فإلهم هيني نفس اللي بديبهم لهويتنا إريتريا 100% كوبوتامي قبوني وهويتنا تقراي هين لأنه دي إريتريا سبت حيشامتهم هين الأمر لكم شوية منفصلين طب كان جماعة إلا حالات نفسية اللي ديبا وزايد كمان إلا تقرينيا قبتها قلنا مصلحتنا اللي تبر راية على قلوب بالإضافة إلى هذا الصراع أصلا دي بإثيوبيا أو دي الحبشة إثيوبيا بين تجراي وأمحرات من تريو
يا تيدروس هسي تيدروس بتأمر يوحنس جايز ديباتو يعني يوحنس قال له انجليز قبل مرحيوم سك كان يتدرس دي موضوع الأولى كان تاح مكان يحكموا بس كديباب صحوه برشاشات ديبو زبطوه سك لناس انتحرة فتوكم انتحرة انجليز لسلحت لقلوب الزبطوه بلا مسوق التدرس يقول يوحنس هو يوحنس انا ملك الملوك انا نقول انا قصت ناي اثيوبيا انا بيلا يعني ناي اللي هو كل الحبشه يعني أزي من إليك يعني دي بشوان ده قبل لا تشافر قول على يوحنس لأنه اللي لسرعة كنيتو دي با مالك ناي حبش أو ناي حبشة دائما أدحدهم السك لوضخو لا تشافروا صنحوا ودول حيلة ودو يعني دول لا انتصر وتو نقول سنجست قبل يعني لملوك لن عايش لبعدام ناي غوندر لك ولا ناي غوجام ولا ناي شوا ولا ناي تجراي كلهم لا منهم لغلب تنقول سنجست قبل ولا بعدام ركوع قولوا معناته السكلة وقتهم ما تصوم زي ما ملينيك ملا تشافر على السك يوحنس دي معركة مثل الدراويش أو كمان مثل المهدية دي متهمة حرب دي بقى تو دي بقى قتلة دي بقى قتلة ملينيك هنا أنا نقول سنجست أنا بيلك نفسه توج ملكنا ملوك الحبشة اللي ملا إيه صراحة اللي بين تجراي وأمحرة دي بقى الحبشة أو كمان دي بإثيوبيا ما أنتوا لنقول سنجست لقبل كل 100 سنة تقريبا أو كل أقل من 100 سنة صراعات طاحنة قبل وتحولات لحصل من هنا إلى هناك يعني والعكس أزي بقى اللي ما لفهموا على دي بقى حركتنا إلى تجراي تجريني للصراع مثل أمحرة تاريخيا ثبت لرو نحن إريتريا نتصوتنا ممكن قل أمحرة قلنا نتقلب دي بمنقدر ولسلطات كمان دي دينا قلنا آتيان قدر لأن نقسنت يعني نقول سنقص ناينقب لأن بالحسابات ما حل لهم دائما كمان اللي منطلقات اللي تلمس اللي ما معناته مشروع إريتري يكونيني بالأساس يعني اللي مشروع تجراي تجرينيا أصل إريتري لمتصوني لمتصو اللي جنسنا ممكن من تجراي دي بسك إريتريا لهاجرة كدي إريتريان ده بحر طموحاتنا ملوكنا تجراي الحقق للحزة خطوط لما تصل المشروع اللي معناته حتى المشروع اللي داخل تجراي ما بزح ما ترويجي يتركب قولوني لأنه تجراي لملوكنا تجراي قادروا من قبل كل العادة بحيلة بالإسبوطات من الحزو ويقادروا من قبل خلاص دي بالمشاريع اللي يتم لبطرو كان لما مشروع تجراي تجراي ذاته دي بوما دي داخل تجراي ما بزح لا لبوني تأييد لبوني اللي تاريخيا هذه باللي مفترقنا الأربعينات باللي طريقة الله شوشرت بالحركة الوطنية الإريترية بإسلامه وكستانة شوشرتكم لا تدي بقوا يعني صاروا تجري لبل صاروا عندنا لبل حر إنجليز ما صو برضو وتميلك فينا إلا مصو مشروعنا تقسيمنا إريتريا جزء من إريتريا سك السودان جايس بيلو وجزء من إريتريا سك الشبيرة جايس نبيلو مشروع ما مصو اللي ما برضو شوشرته خلقه بالسبب الحركة الوطنية الإريترية ضعفت بالأربعينات اللي لأنه الدول واجهتها ومن جوا هيني متآمرين مثل مصالحنا اثيوبيا لشكو ظهروا ذي يعني كان بالسبب لحركة ضعفت يعني وكان ضعفت بقى اضطرت تلملم أوراقها يعني من جديد ففي أواخر الأربعينات اللي ناي اندبندنس بلوك للبولو كلهم لحركة الوطنية للأيدو حتى لتجري تجرينياما للبول عنه كمر أول مصلحتهم شبيه قوية هلت ولا كنيستنا أرثوذكس كمان كلها مثل الشبيه هلت 100% فهتم يقدرون ودي بتجري هنا أصلا مهزومة على المملكة حقه يوحنس انتهت يعني من إليك وحير حيلة سلاسة يعني قريب ممكن فترة طويلة حكم دي بدأ بحرة على فتجري كمان ضعفاء له فالحركة إلا كمرئة انضمت إلى الحركة الوطنية يبقى اندبندنس بلوك أتو اللي أكاذيب لنا والدهاب مثل إبراهيم سلطان زميله على وبلعام مسلو وساتا مسلو وقالت بهل اللي قال سياستنا أتقارموا تديكون والدهاب ما كان صاحب المشروع ده يعني فلكن في النهاية مضطر أن أنتو آتيه المشروع الوطني مضطر أن أنتو تديكون كأصل ما يو مشروع ده قبل يكون إلا يعني حاجات قال وسكا قال كلا حزدي ولا موضوع الميتر لا تجرينيا ولا كستانا إريتريا ولا كبسانا إريتريا
قدام بزح لي الأمور ومزات لهم لادي بخارج لعبوا ساكت لأمور إبراهيم طرف للروى لي لفهمة لهليت ميتا لشعب دي كبسلة هلا مثل الشعب دي متاحت هلا حوتنت بديبو يعني حوتو يعني قرابة بديبو نايدم وناي قبائل وناي قربتنا يعني جيران حتهم مثل بطلعوا مثل لحارصوتهم كفهم انت بلاني اللي قبائل ازاد اتجاهات عاد نفاس لهلا عاد بحيلاي وعاد بيت اسقده وقال اللي يقولوا اللي كله امتداد سك ساحل بتسح مثل الحباب ناي بيت اسقده ناي حباب حاوتهم لهم كلهم حتى بالاتجاهات ناي كرزاقر واللي تادوا القيس كمان برضو نفس الشيء حوتنات مثل بيت جوك وبعد مناطق لا حوتنات بديبهم يعني اللي تراكبوا حتى ليهم كستان قبوا وليهم اسلام قبوا ليهم ممكن تقريت لتاقوا وليهم تقرينيا لتاقوا لكن حوتهم يعني دم حصل من قبل دي حتى قار نفسه وكنا حوالي من قبل حاولنا لبلوك قيسو دي بعد حدهم كمثل بطرو دي اليوم دي محاكم دي فردي مثلنا قبل لا لتباطروا قال حقوقهم يعني كان لي شعب حوتوا عند حدود الامر لا كبسي فنتي ولا متاحتي فنتي حاوتوا حتى عد اسفدال بلوها لو عد المدال بلوها لو اللي عد تكليس اللي عد حباب بالكل اللي عد بيت اسقدي اللي كله مثل حماسين سكر اكولوك زايو وبليمه باتجاهات بركه مثل بركه العالم مثل اتجاهات سراي اللي كله علاقات وتواصل هلا قلوب فبالتالي للشعب شعب عد حدود الامر واحد حدود احترم وقرابة بديبه حتى اللهم طروعة دي باتجاه كولوكزاي لهم مثل حوم ماريا ومنسع هنا حوتنات بديبه فأردوا القبا بين سنة 93 بين صنعاء دقلة وطروعة عرقة دي كولوكزاي كان عردوا القبنا يدم وجلس بتهلا لازم كلهم لحول للبهلوق اللي حضوروا بديبه كوفد قل ماريا ومنسع لمثل ممثل نايوم وفد لاكو السكة كولوجزاي ولاد أبوهم قلت روح سبت جو دي بحر مثل صنعاء دقلة مثلنا جابوا حاضرة موتهم لك اللي دي يوتيوب هلا ولا جماعة لازد حكمة اللي دي بسمرة قتام حاضرتوته يعني لا عرل النت لا جابها فاللي من الريكة لشعبنا متواصل ومتجانسه يعني سلام ركبة من قبل واللي تدخلاتنا باتجاه من كان مرب لما تدخلات اللي باترا من قبل للشعب أدحدوا الأمر وأدحدوا فتة وعلاقات بديبوا أثرية يعني وقلة عايش قدر يعني اللي حق ندابة يقولوا ولا عرفنا شريعات والليتات اللي كله اللي تفاهموا من زمان يعني قوانين يقولوا نظمها اللي يقولوا يعني وصروا حتى لحق ندابة يعني قلت تعايروا الأوروت سليمة كم قبنتوا ديبو وادياموتهم كاتباموتهم يعني للدرجة هذه باسحته هذا طيب اللي قبا اللي دي بأربعينات وفعلا لمشروعنا المشروع الوطني أضعفوه من إلى فشلوما أضعفوه السكة في يوم لكن إيش يبيحوا ومصات دي بإريتريا وإريتريا مثل إثيوبيا بنظام فيدرالي دولة ارتبطت طبعا اللي تفاصيل بزح الذي وأنا سنقرأ أنا لفترة الله وما حصل دي ومناقشات حصل كل اللي كتبته وهلا يعني موثقته لكن بالاختصار قال برنامجكم مغطي ننسى لا إريتريين عند النتل للبلول علو كرت اللبايرو وأمثالهم اكتشفوا أن لا محر إلا قلوما من قبل اللي كله قال إثيوبيا عندنا نبيلو لمشروع الوطني الإريتري اللي أفشلوا كم رأوه ذاتهم سكند كلاس كم توم آمروا لأنه إثيوبيا دي بأسمرة حاكم الإمبراطور لمثل عائلة ثلاثة ممثل نايدي بأسمرة كرو الممثل اللي هو توجب لحكومتنا إريتريا تحت يوجبت يعني تحت اللي ممثل هو إريتري كونيني يعني آخر ممثلهم اللي أسرتك سهلة يعني يا أمريكا فالجماعات اللي لا ممكن حقوقنا قلنا احتفظتوا مثل إثيوبيان اللي حيثنا اللي تولى على اكتشفت إنه إثيوبيا لا كم قلوما من قبل درجة ثانية حقوقنا محراتهم ديكون نفس الحقوق المتساوية كم يتهلقوا لهم آمروا فحقوا إلا جزء منهم احتجاجات قليلة استبدأ
وبدأ كمان ينضم للحركة الوطنية سكرت العربيت وكنا آتيام على البلاد بحركة تحرير إريتريا آتيام توم لتبهل يعني وتلبايرون وسوما حر هاي سلاسة سبت اختلافات وسك سويدن أمباسادر يعني سفير قل بالله كينا إثيوبيا وحر منه دي بجبهات أتالت بهال تلبايرون وسو اللي محبر عندنا نايو رئيس العالم حرم تشيف ناي إريتريا على يعني حكومة إريتريا حر تو في الحركة الوطنية جماعة وحتى والدوما اتحاد طلبة اثيوبيا قلوم مثل على دي بلندن تدرس وتوما برضو سك جبهة أتا ودي بجبهات كمان سك نايب رئيس نايب جبهة تحرير قاب على فالمهم فالحركة الوطنية استعادت أنفاسها ورجعت لكن حر لمشروعنا اثيوبيا فرق تصد للبل مقاقيل كجزاء اللي هو ديفايد اند رول بيقولوا بالانجليزي استبديت برضو بتشقبوا فقل جبهت لبلو قبوا إلا إسلام تا إلا زي إسلام تم إلهم عربتم إلهم ليتم دلبلو المهم لكريستيان إريتريا كم فرهم من جبهت وكم ريمو قليدهم بزح حاولوا وفي النهاية السياسة هو السياسة اللي اسطوانة اللي موسيقى اللي تمام دندنايا كل جبهت قل ضعفبة وهتو قوة خاصة نايو قليده وقوة خاصة نايو هنا أول هدفنا يا مقابة ضرب الحركة الوطنية الإريترية حتى في الثورة الإريترية. حيثما تنسيتنا أهداف تجرينيا وأغازيان قديم وحديث ودي في السوشيال ميديا لترئل هلا خلاف إريتريين السيادة وطن لسبب مدرت اتحنتيلة بالرئيس ملهين عادل سالم مثل الأستاذ عبد الرحمن السيد لا ودايا مقابلات أولا كفال دي بلتهم هلا قال أي كفال تتمز السامن إقل لتقدم قلكم توم دلا من كيل تولد شاوكي كرس البابنا وما ددا عجي غالي ثمنا إيمان دي بتتوتدا إيمان دي بتتوتدا يزرت انتي عجي كابرت وصابرت شاكت انتي لغادرت الكيل بلدي بحرت دلا من كيل تولد كرس البابنا وما ددا عجي قالي ثمنا إيمان دي بكتواتدا إيمان دي بكتواتدا مسردا عجيبة بالبدايا رزايدك وعجيبة بالبدايا أشواك لبع وعيدك عجيبة بالبدايا رزايدك وعجيبة بالبدايا أشواك بالعيد وعيدك انتي لتولدوا بعلمان والصبر تراني للقلب قادم قبي ودبر عالم بكي عجقا والحبر منتو امبليكي لبعش مدو لنبر
دلا من كيل تولد شاكي كرس الفادنا وما ددا حجي قالي تمنا إيمان دي بكتواتدا إيمان دي بكتواتدا عجيتا بالبدايا عجيتا وعجيتا بالبدايا أشواق لبيع وعيدت عجيتا بالبدايا عجيتا وعجيتا بالبدايا أشواق للعيد وعيدت انتي لا تولدوا بعلم والصبر تراني للقلب قادم قبي ودبر عالم بكي عجي او الحبر منتو امبليكي لبحش متو لنبر وأمانك بلا يكون وديلا عجيب برود شمالا نورك انتي لفكيرا عجيتا بالبدايا غزايدك وعجيتا بالبدايا أشواك لدع وأيدك نوش لبقوا عبي ابتمنيتي للسمي لبقوا عبي اسمتي للسمي كل زماتي وما كيق العافيتي للقاني عجيتا بالبدايا غزايدك وعجيتا بالبدايا أشواق لبيع وأيدك عجيتا بالبدايا غزايدك وعجيتا مرحبا بكم حيسام التنسيات كرين سيوب حالة الاترين لاجين الزبن كورونا فيروس متمثل اتحنتيلات بالرئيس مسلم مشرف تربية اتقسم تعليم لاجين وناشط اجتماعي استاذ أحمد عبد الله ودينها مقابلة اتحالة اريتريين لاجين القاهرة لركزت قال ايونا دنقوبة كفال اقل نقدم قولكم تو متابعتكم من سيم تمام استاذ احمد عبدو اريتريين لاجئين اكثر دي بوم تندركزنا نقيس لنا ممكن دي بالله اريد بزح لاجئين هلو فالاريتريين لاجئين لو ودئ لنا يوم مثلا حاليا مثل لنا كورونا دولنبل يعني من نحن ما مدحنا لو قلنا نقدر احصائيات بكم دلوهم انتم كناشطين دي باك بدوم ليكم طبعا نحن نتابع الى موضوعنا الى اللاجئين عموما وبالذاتنا اريتريين ولا معلومات طبعا من مفوضيات او من منظمات مثل لاجئين شغال هلايات ومنوت قد تنسى قدر السكر لا الحمد لله يعني حالة دي مجتمعنا اريتري بكورونا لتثبتت سمعامه الليناني رغم انه صعبتوا في تصبوت عام هلو ولا يكون قد تعامر لكن عندت ثبتها كمستشفى لبعد حق حالته لتأكدت بكورونا السكر لا يوم عم علي هلاني وإن شاء الله نتمنى يعني بالحالة اللاقي الواسد يعني لكن دي بمجتمعات لبعد ممكن أسوبيين وسوريين وكذا سمع يعني حالتين لكن دول جاقروا مثل لا مجتمع لا كبوتنا هلا أو لا مضيف
عدد للذكر يكون يعني. تمام. تأثيرنا إلى أذين حنا دي مثلا دي بنسر قدام كله سال سيد دولة دي بقى اللي جيستو للحزة دي بنسر هلا لاجي فتأثيرنا من اللي بقوله دي توطين أو ما لا سال سيد دولة اللي بقوله دي با لا لنا يوم لا لنا إلى سفرهم كفو تأثير قبا دي بلنا إلى مسلم حمامنا كورونا. أكيد طبعا ودي لعبت مشكلتها صراحة. لا دام نصر كله دي بمسرق اللمبر النبي لماتي يكوني وكله يمنع يسافر النودة ماتوتو طبعا. وصراحة قدام بزح وتقون على وقال قدام على وشك سفر يعني تذاكرهم جاهز على ولا كورونا كم أنبتا معناته لدول اللي منعياه لا سفر عموما يعني. فتخيل إلا جماعات لو تنت لعلت أو كمان على وشك سفر لعلو أو اللي سافر قروب لعلو ما حال الضغط دي باق اللي هلو قدروا حاليا ومجهول يعني مدولته قل أنبت اللي برنامج اللي ولا دولها مدولته قد تسمح ولا قد تسمح ولا يكون كله برامج اللي طبعا قل قدام ضغط نفسه وادو تهلا. لكن لمفوضيات وده ليت برنامجنا توطين وبتلفون لقباء أو كمان بتلفون غالبا ودوه لو هتوم لاستمره لو دي بقى موضوع نايله متابعة لتوطين وكذا يبقى تران لشغل. لكن بالنسبة للسفر لسفر الجول هلا قل زمن لا يتأمر مدولت قلنا أنبت من جديد اللي سفر اللي ما معروف يعني تنسيق توم من مسلا دول لهن النودو هم دول قلنا أنبت نقدر ومدول توم جاهزام هلا وقل قدام من النوديوم اللي توم قل حسابه وقل فكره لا قدر يعني. لحالة ده حاليا معناها لا تأثير عالي جدا. وكمان لقدام لا أكبر مشكلة لعليت ده حكوا لي ودع لي أو حكوا لي كورونا هل دول جاهزتها دام قد تتكبت هل بنفس العدد لبدير نفسه العدد قد تنسأتها مثل الاقتصاد يعني أزويل هلا وكما تقول لك دول الغربية أوروبا لقبا أمريكا وكندا أو أي دولة بعدت مرة سبت بالحمام اللي بأزويات اللي لنا يمتكبات قدرة كل ما قد تكبأتوا حاجات اللي كله وقت لبل السودهم قلنا أمرين قدرنا منازع يعني. كناشط ممكن دي بالله أنت كما لاحظت أريتريين تنس أتنا أريتريين حتى للدول لنسا لتحميا وحتى تم ساعدتهم كم ما بأدام لاجي مثلا كم سوريين لقبا وكم بأدام مثلا كم يمنيين اللي ترون اللي وحتى التنسات فدي بالله يمكن أنت خناشط وكل المتابعات كم تبل دي بالله مسألة الله. صراحة طبعا مفوضيات على حسب قوانينا هتا على حسب بعد لا قدامته لفرصتنا إلى سفر لا توزعه. مثلا لبدح عددنا إلى جين دي بمصر سوريين توم يعني سوريين أكثر من 150,000 قبوا يعني أو 125,000 على الأقل يعني عددنا يوم هلا. وأريتريين مسلم دنا جاقروم 18,000 لاجئ أريتري لو دي مصر. فيلا حتى اللي ما يعني قل في يوم يقدر المفوضيات من لهم بزحق اللي نسوه ومن لهم حد. لكن حتى لدول لا تتكبد ما شروط بقى يعني من بعد جنسيات من قدام تحدي أو أعمار معينة تحدي أو كذا لتقصير يعني من قدام لسمعوها هلا يعني قدام بزح قلمي قلنا توتاني قدرنا وكما قدام بعد لرؤونيه اللوني اللي تبهل. لكن مثل دول بعدات ما ينرأي كنا من قبنيت نحن كإريتريين قصورام يكون نكتب القدر المثل اليمنيين يسفوروا من بزح العدد لنا يوم بسيط مرة واحد. وفي جنسيات تانية أسوبين المثل ننسى كمان لعددهم كمان إلى أريتريين لنا السوي يكون لقديتنا إلى أريتريين كبوتاماتهم كقدية يعني. لكن حقها ديبا توطينهم وديبا سفرهم أسباب بزح على ديبا أسلوبنا إلى توطين يعني لدول اللي تكبت لها أو من إنسر مهن على حسب منتو قلت عايش لقدر دي بالعاد شوية وصبر وكنت تقول له هبهم لقدر ومنتو قادر ليه هلا دي بالعاد من أولويات يقول حمومام وقل أنس وأولويات يعني الأولويات لقديت على حسب لا كيز لنايكا ولا ملف لنايكا مسأبت هلا أو مشكلة كميتة دي باللي تعتمد موضوعنا إلى توطين معناته. فنحن زلمو ويزلمو ندي قبل لقديت عموما يعني لتوطين بطيئته
وبحود حود العدد دي بكل الجنسيات وكما أغلبية الكام ممكن يعني دي بأريتريين لحود اللي بقدر يعني دول تأجاقروا مثل الجنسيات لبعدات لبزح لسافر يعني منظمات كني منظمات مجتمع مدني دي كبد إريتريين لشاقية قلاجين إريتريين لتابعة هلايا يمكن أكيد وصراحة يعني بلا فرصة مناسبة اللي شكرناهم قلنا حلفين حزين قلنا نحمد دوم لحد مرة واحد إلا المنظمات إلا بزحات اللي ولا منظمات نا إريتريين تن وكمان هي يعني من جنسيات ما بعد قل ساعدوا قدر يعني بزحات منظمات اللي يعني سردي لنشطة وتل وقتنا إلى كورونا رأيناهم من قدام ندبيلو ومن فتش ندبيلو ومن منظمات العباية من ندبيلو مساعداتنا ينبرة مساعدات مادية ممكن حتى حدث ما من قبي قل قدام دي بقدموت لالو أمعل وتوم ما قل رحهم يعني قدامتهم وبشرتهم واللي محمام ممكن كما قدامهم قل صبتهم قدر لكن هتوم قل لي كل حلفوا بأبوابهم نفاتحوا وقل قدام وقلوا مساعدات لا يبقى علو ونتابع لنا يوميا يعني لا تتركب بالذات يقول وقتنا رمضان افطار لقباء وبرامج كأن ندودو قصورامي يكون صراحة يعني واللي مساعدات اللي ابنا يوم مجازفات بومس او عندي يكون ورك ان نكون ده بيليوم كوزعوا له بيليوم ولا بوني منا قدام من يعني جلس ده قدر قدام منا داخل له مجتمع ذات عندي يكون منا منظمات بزح حاجاتنا مسعيوم يكون يعني والحاجات كالآيت يعني لنشاط لنا يوم دي بتوعية يعني لا دام قل آمر خطورتنا اللي مرض ميتو قل آمر على جروبات بهم طبعا دي بتواصل اجتماعي وواتساب ديبو توعية ندقو وكفاء دام قل حافز قدر ومقوانين فاقر هلا وحكومة مصر مبيلة على المثل أو حذر مدور قاب أهلا يعني الحاجات اللي ديبو قل لا قدام ديبو أفهموت وديبو أتفازعوت ديبو بزح عبي دور على أقلهم معناته قل بيننا مقبلين مفوضيات على المثل أولى منظمات بإنجليزي وبعربي أبوه أفقروا على من قبنيت لبرامج لنا يوم اللي جامعات اللي هي يعني بلا تتقدرهم دي بلغات نايلا مجتمع ديبو نقيروات تقرنيا لقبا وتقايد ديبو اللي نقيورو كديب قدام ديبو كم بتصح شقوا على وصراحة يعني قلت حمد ديبا وجبهم ويقصروني وإن شاء الله يعني لو دع اللي خلص وقدام تحياته طبيعيات لعقبل وهتوم يعني لدور لنا يوم صراحة يعني قدام قل حمد دوبو ولا منظمات ما هي يعني العباية يعني مساعدات منظمة دو كابون كم دعوما قل دو لأنه فعاليات رأيناه هذا لمنظمات مجتمع مدني لجوا هلا أكثر فعال على منا منظمات العباية يعني. تمام أستاذ أحمد عبدو ممكن اللي قلنا بقول له نقدر كل أكتر يعني تمامه لنا فممكن إذا اللي المجتمعنا إريتريا فنتيت مجتمع يعني أكتر أنستن سر لا بجنيتن حتى دي بقى يعني أكتر مسرّن بستان بادي توس وكل يوم اللي بمشاكل هلا إنسر ف دي بإلا مسألة لا يمكن إن دركز لا تحالف من بكج الفرصات جلها بقى يمكن دي بإلا هكوا بعد دي بقى بعد أسئلتنا قلنا نتعدل لكن دي بإلا فنتي صراحة تربيتنا عيال إمليت أنيت أو إمليت أقدر ترفعوا له مسؤوليات اللي كبوته من مبدأ يعني لا أبي هالليوتو أو أبناء لا جنيت يمتركبوا دي ببيت دي با رأس لا تقام يعني تقام بعد أقوله السكة وتربية شبه مستحيل قبل لا يعني العيال أول حاجات ممكن هجينا إلى كمالات حزق اللي سمعوه يقدروني أو كمان يسمع من ده يقبي بجدية أو قل نسوي يقدروني لموضوع يعني وقال آية نقطتي يعني لأمات كل مسؤوليات لأب ومسؤوليات لأم تربية دي بيت ورزق أقولهم توت قل لا جنيت سبت تل جايسة صراحة مشكلة عباية ألا حتى لأم قل لا جنيت دي بيت نحت قلتهم كأكان إلا أبا مساعدة اللي تنبيه لوا ديبو قلت يجيس قبت منك قل لا جنيت مثل من تقد تحدقهم كويس زمان ممكن مثل جيران ولا تحدقهم عليك هذا دي بلو ودعنا كورونا مثل أدام قد تحدقهم صعب مثل من قد تحدقهم قدر ولا جيران ذاته تكبتك جنيتك قد تحدق مسلوك قد تجيس صراحة يعني كل أمور معقدة وصعبة
ولا مساعدات يعني قل ساعد ما الحزة كان حتى يتأقل فانت قل كاك ديبا متأقل بلا كاك لسدي كان ديكون السك بيت كان متأكل كشناتنا ينبرا قلوا الوزعت كي يقدر أو أي مساعدات بعدت يعني نقطة لك الآيت يعني قال هلايا قال أوال أنساد صراحة ديب أبياتنا أدام على المصر شاقي عليها وديب أبياتنا إلى مصريين نقبوا أي ناس تانيين ديبو شاقي عليها إلا نوعين تن في نوع رفدون بيتكن قساء سكما لحمام اللي حتى يولد أمر بيلون ومرتب لون وأي حاجة دي بيت قسيات الله لا مشكلات عبايتها وفي عدد حتى بسيط ما من قبل في يعني من ملاحظاتنا كده اللي هو كين دي بقى بياد دي قفولات الله يسكده من حمام أنباتي تفقري تسمح حق الكنه ونسر قساء دي بالله كين ونسر نتبلا حمام وبقلي تمسانا من حقه تقدام كأنه قلبل لكن إلا لو واقع الأدام لا نبروا لها لا معناته تخيل حتى ممكن جناها نسر نحد قلتوه ده كين شهر ودير أسبوع ما تلعلت هذا لكن شهر ولا شهرين قد تتقسه دي بابيت لها وحقه قطع بقول له قبل ما قال لي جنا لي يعني صراحة مواضيع كبود وخارج سيطرته بس لكن أهم في الموضوع إنه الأدام والأمات بالذات تربيتنا إلى جنيت كبوتو ودي بيت تقصيوتهم لو وقت كله كبوتو لكن لازم يعني برضو نستفيد منها حاجات لإيجابيات منها اتجاه لإيجابي من إلا موضوع اللي لا اتجاه لإيجابي ميتو إلا فرصتها لقدام دي بيت مثل عياله قلت تقصيه وتلا فرصة إلا كهون ديكا تستثمر أو كهون ديكا تستفيد منها وكفو حاجات سنك تعلمهم دي بقدر قل عيال أو كمان يعني أي برامج تعليمي جديدة وقلهم يعني فرصة هي فرصة نفعنا بمقبع طريقة لها لسديمة يعني لكن هل كل الأدام قدرات بو أو ممكن فهم بو دي اللي كون دو قل شقولهم قدروا قل جنيت وكهو قل استفيدوا منهم قدروا وكهو قل راجعوا قلهم قدروا إلا كل حاجات اللي طبعا لأم قد فكر دي بوجبها واللي حاجة إلا بيتهم للتفتيهم لا تقدر شيء يعني قل زهجهم منه لا يقدروا ليلا مشيك برامج يقولون دوديت يقولون ممكن يومهم شغله بلا نفسهم لحفظوا وبلا ما هي يعني لا استفيدوا يعني تمام استاذ احمد مجتمع شبابي مثلا انسان بسهم شبابات اللو وشباب إلى تكرعني وتل مدتنا كورونا وبعد مشاكل هلا فإلا شباب اللي هني كيف تتعاملوا مثل هليكم كناشطين لا صراحة إلا نقطات مهمة يعني لأنه برنامج مجتمع نسوي بيننا دي بأريتريين لا شغلك على أو لا مجموعات لك على أيت يعني الأطفال الغير مستحبين بلهم اللي هم عمرهم من تحت 18 سنة أو ممكن سنة 20 أو 21 يعني سنة 20 وحتى سنة عمرهم كلهم باعتبارهم أندر إيج بهلا أو تحت العمر الاعتبار إلا جنيت اللي بل أسرهم ما أتأمتهم لهم دي قدم أمهم وأبوها أمهم ليت باكم لهم هي لا أم ولا أب يعني مسؤوليتنا ينوسهم لرفعوا أطفالهم يعني فتخيل إنه شاب دي بالعمر إلا الهلا كلمته مسؤوليتنا يروحون در رفع عقل التزم بقوانين لكن صراحة تلو كده لا دنا إيشنا بتبهلا لابوني واللي حمام الله قدام كل رؤيه هلا ومكم وده هلا قدام رأيه هلا حفاظك اللي دو وليلة حزة برنامج يقولوا فقير ومتجامعات دي بشوارع ولا كل أشياء اللي قل حدا وقبهم لأنه لما رد ما من قبنين صراحة ممكن تأثيرنا يقوي قل بقدر كيف بيننا من جاي نصير لشباب دي عمارات حتى أو دي مش عمارة شقة واحدة دي بشقة حدا لا مشكلتها تباعد اجتماعيته دي بشقة حدا ممكن السقع عشر 5 نفر باق حد ساكن عم قلت نحوكا قدر أي ورا من لهم بقى قوانين ليلة التزم أو مسؤولية لي رفع نفر هلا من قبنيت حياتنا يلهم 10 5 لهم كلهم دي بخطر قابت اللي كو اللي مرد الليل بو نفر ورا أتا من جه حمام ورا تقول له استخدمه من دون مؤاخذة مطبخ ورا وممكن كبابنا يحد ما قلت نفعه قدره أول الحاجات اللي يعني اللي كل أشياء اللي أسلوب أو أقبوينا إلى حمام ما تعاديته أصلا يعني فورا نفر من أي كان حمام أبو ما من قبنين كلها لمجموعات إلا ميتا حياتها دي بخطر له لو واحد داخليا أنا بيتهم دو وحد نفهمه وما تحفظنا يروحون برنامج شغلي هلاني مجبور أنت بيتك تتقسه فليلة حزمت فاقر قل أبطوروا واجبهم يعني لكن للأسف كمان هل لو قال منا شباب صراحة بديرهم شغل على وقال جرار بل على وشغل يقولوا تفرروا على إلا إنه اللي يعني صراحة أكبر مشكلتها أنت يوم قلت تتفرر هلا قلك شغل على المثل احتياطات قلت ده واجبكاته فرر كمن قبل ما يعني قال لا شركات شقية عليها
تل شهور الحلفامات وقدامه كورونا ولا بعدد بسيط لك بقى الجماعات دي بيلشوا كل اللي تفرر على وقيسر على سكة كان شغلهم كل ميتهم نتحافظوا على كل ميتهم كمامات نتنفعوا على وتنديفات هل قدرت على تقولهم ذات الحاجات اللي قليدوا هتهم جبورام هلو ندي جبروا ويسر له شغل لأنه أساعدهم ألبوني حتى المساعدات لا تمتعهم ميتا محدودة وحدتها فيتكفيهم يعني أقول كلهم معنا فصراحة إلا مجموعة إلا نصائح واللي يكون للأتحد يوم هتهم مفروض يعني إعادة تفكير اللي دوبهم وكلها شهر شهرين نسكمل الأمور وادح يوم الحمد لله الدنيا كلها خفف الليت وفي دول فتحها الليا وكذا ممكن احنا ما عندي بدر بوم ممكن الأمور نسر للسهال والحياة دي بقى كان بعدت كان نايبدير دي بقى بس بتقدر كان ما أقلام بالميتو ما تمام لا وكده اللي يعني أو ميتو سبر وديت ليت لا ما تصلح لا شهر يعني على حسب الحكومة تفكرته سجى مع سر حمس شهر سوس له لا وكد السكة وكد له حقوهم ممكن أمور قد توضح قدر سبت بهلام هلو نفس كأكيد ليت يعني لأنه أسلوب بعد أو أي طريقة بعدته الليتني يعني فنفر مسؤوليته قل الرفع وقدر المسؤولية قل بعد الآن لي تمتمنا وهلا من قبي أو قلت بالله تحزه الليت من قبي فرصة قلها بكا برنامجنا قلناكم شكرا جزيلا وشكرا قل مناسبة الله لكن على العموم يعني لا تتبهل تحدى هالليت قدامنا ننشر كل حالة صعبة تقرأ الحالة فلا لكن مثل له كله ما هي يعني لو عي يقولوا أبزحوت ولا قدام مسؤوليتنا ينفسه قل يرفع لأنه لما رد اليوم فرقي هلاني اللي بيجي هلاني هو سبب ممكن دمارنا أسرته وأنا يحو وأنا يمليها مقول لك بقى سبت قدر كل الأدام احتياط قنيدة إن شاء الله ورب يحفظ لنا منه وتزول المشكلة دي إن شاء الله. حسب تنسيتنا حالة الاترين لاجين الزمن كورونا فيروس متمثل اتحنتي لتبلاريس مثل مشرف تربية اتقسم تعليم لاجين وناشط اجتماعي استاذ أحمد عبدو لا ودينها ما قابلت الاترين لاجين القاهرة دي بلا ركزت قال ايونا دوقوبة كفال دي بلا تاهم هلام وبالليق الاستاذ أحمد عبدو بقالها بينا فايح توده افسميت متنسيت كرن سيوب نحمد دوم حيث تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أخبار إقلت قمقلكم أبحور علم تاينو لعلو وباديام للو سلس بحر تركيا آخر لزهرو التا بحر أدتريا كمتال تهدق هلام اللوم من مكرايوم قويت زياد ورح واديام لهلو بحرين من أقدام بحر جيبوتي حقولت بقصو بسبت اكيد حالة جو وموج اتجهو من دك ايرو ات أقدام بحر قيا حكم ساقعو ات اسطنبول لتفقر جريدة حرية حبرت هليتم لبحرين بسبت اكيد حالة جو وموج اتجهو من دك ايرو اسك أقدام بحر أرترياك أدم متساقعوتم ديب سفارتهم تأسمرا اتصولامكم على ولا جريدة أكداتم تأسمرا لهلا سفير تركيا حالة لهم باديام لهلو بحارينو قل أمر لا ودايال هلا جهد أسكلا سرقولي هلام أمبل الليما وزير خارجية تركيا أسك وزير خارجية أرتريا اسمان صالح لا أكايا رسالة أسكزي بليس راكبتي هليتم بأساس حبر جريدة حرية لبحرين أبهويتهم لإتأمرت مسلحين أسك لا إتأمرت جهة ناس أو لا لبل خبركم هلا قل لكن أسك جزيرة دهلك ناس قبل اللبل من عائلتهم لتركبت حبره تفهم علاقة الاتريا وتركيا بسبت لا تفنجي قطر والسعودية لتخلقا أقي مكره وقشتكم هليت لتأمر
حيسام التنسيت كرن سأيوب لاقي اليوم الدوليوم ولعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقنا متركمتو أسكو دحن اسمنو